السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الدقه الخطيره بتاعتنا بتاعت السمك والبتنجان والطماطم المخلله. تقدري تعملي منها كذا اكله وتحطيها في اي اكله انت عايزاها. معلقه منها في المحشي بتوديه في حته تانية. ده نص كيلو فلفل حامي احمر موجود دلوقتي في السوق بكتره يعني. هشيل بس العنقود بتاعه وهحطه كده زي ما انتوا شايفين. تقدري بقى تاخدي منها معلقه كده على شويه طماطم وتحتقي بيها البتنجان عشان الحرقيه بتاعتها. وانصحك بقى نصيحة أخوية كده من أختكم، يعني تلبسي جلافز كده أو كيس، لأن إيدك هتحرقك فترة طويلة جدا. بعد ما حطيت نص كيلو الفلفل حطيت 5 معالق أو 6 معالق توم مفروم، وبعد كده حطيت معلقة كمون، معلقة كزبرة، وحطيت بقى 4 معالق كبار ملح، وهعصر 3 ليمونات كبار. الليمون بقى دلوقتي كتير جدا في السوق وما شاء الله مليان مية، يعني حلوة قوي. ف3 ليمونات كبار حلوين قوي على الكمية دي. عايزة تزودي ماشي. حطيت 4 معالق خل وهضربها كويس جدا في الكبة. لو ما عنديش كبة اقدر اضربها في الخلاط. وزي ما قلت لكم يا بنات، تقدري تاخدي منها معلقة وتحطيها وتقطعي عليها طماطمتين وتحدقي بيها البتنجان عشان الحرقية بتاعتها ما تكونش عالية قوي يعني. بس وبعد كده بعد ما خلصتها جبت برطمان غسلته بمية وخل كويس جدا عشان يتعقم. وبعد كده حطيت الدقة، ومادة الحافظة بتاعتنا هنا الزيت. هنحط شوية زيت كده محترمين، وتقدري تحطيها في الفريزر تقعد معاكي من السنة للسنة مفيش أي مشكلة، وتطلعيها مش هتلاقيها متجمدة ولا أي حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك.